بصوا يا جماعة، الكيكة دي معمولة في طاسة واحدة وتالتة في واحد، ولا في الفرن، ومعمولة على الطاسة على النار، ومكونات قليلة جدا، والكيكة دي وكيكة الشوكولاتة. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. بعد غياب طويل جاي لكم هنعمل لكم كيكة الطاسة اللي هي الترند، هنعملها كلها في الطاسة بتاعتنا. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتونا كتير، ما تنسوش بقى تعملوا لنا شير ولايك للفيديو واشتراك للقناة. دلوقتي احنا معانا المكونات ايه بتاعتنا؟ معانا نوتيلا 3 معالق نوتيلا ولبن و3 بيضات. معانا 3 بيضات. بخاف اوي افتحها. لا ما تخافش. ادي اول بيضة وادي تاني بيضة. احنا غاسلين ايدينا كويس جدا. ايوه طبعا، روبن بيأكد عليكم، دول كده 3 بيضات. ودلوقتي هنحط كوباية لبن. كله يا جماعة بيخرج من التلاجة، كله بيبقى بدرجة حرارة الغرفة، وهنقلب كويس. بعد ما احنا حطينا، لو احنا حطينا بيض لازم نحط، طالما طبعا يا جماعة حطينا بيض يبقى لازم ايه، رشة الفانيليا بتاعتنا عشان الزفارة. وننزل بكوباية دقيق. هننزل بكوباية دقيق، ومعانا السكر بتاعنا اقل من ربع الكوباية عشان الشوكولاتة بتاعتنا محلية. ومعانا معلقة كبيرة اسمه كاكاو. معانا معلقة كبيرة كاكاو خام غير محلى، وهنقلب كويس. رشة ملح. بعديها بيكنج باودر. معلقة صغيرة بيكنج باودر. بعديها 4 معالق زيت. و4 معالق زيت. وهنكمل تقليب ونرجع لكم. بصوا كده انا قلبتها كويس. هناخد بقى الجناب بتاعتها عشان الجناب بتاعتها ما تحرقش. الطاسه دي يا جماعه عشان بس ما انساش، دي مقاسها 26. ماشي. بصوا لو معانا خله بنعمل كده بس عشان نفرغ منها الهواء. ماشي. وهنغطيها بقى. دلوقتي هنحط طاسة. دلوقتي احنا غطيناها، هنرفعها على النار، نار هاديه لمده من 25 ل 40 دقيقه، وما نفتحش عليها الا بعد 25 دقيقه نشوفها عملت ايه. نار هاديه يا جماعه. هنرجع لكم تاني. كده احنا خلصناها. هي قعدت 35 دقيقة على البوتاجاز على النار عادية، نار هادية جدا. شايفين؟ بصوا يا جماعة الفقاقيع دي كده دي ناجحة جدا. لازم تكون طاسة ما بتلزقش. انا ايه بس عملتها كده اهي ما لزقتش خالص. هنبدأ نقلبها دلوقتي. لا استنى عشان الطاسة تحت سخنة. هنبدأ نقلبها كده. شايفين الجمال؟ انت ممكن تعملها زي الفيديو. بصوا بجد بجد يعني حلوة تستاهل التجربة. احنا دلوقتي هنبدأ نزينها، هنجيب بقى الشوكولاتة بتاعتنا ونرجع لكم. ودلوقتي هنزين. جينا بقى لفقرة روبن بقى التزيين. يلا. الله عليك يا روبن. الله. طب فنان. ده يستاهل بقى ايه منكم؟ كومنت حلو من ايديكم الحلوة ولايك للفيديو. ما تنسوش اشتراك للقناة. شايفين؟ بصوا بقى بأي حاجة معاكم، أي حاجة مسطحة عندكم، ونفرك كده الصوص الشوكولاتة ده. أنا عملته ازاي يا جماعة؟ خدت اللي هو الصوص النوتيلا، حطيته في الميكروويف بمعلقتين لبن لمدة 3 ثواني واقفل، 3 ثواني واقفل لحد ما ساح معانا. هنبدأ بقى ايه، نحط أي حاجة عندكم، مش عايزين تحطوا عليها أي حاجة براحتكم. بصوا روبن هيحط عليها. لا، احنا نعملها نص. الله 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 عليك يا روبن. الله. ودلوقتي هنحط. بصوا يا جماعة، احنا غيرنا رأينا. هو روبن كان عايز يعمل نص ونص، بس انا كملت له ايه، كلها الوان وحط عليها. مش مشكله يا روبن اهو. بص شايف. روبن خلص تزيين بقى. نبدا دلوقتي نقطعها وندوق. هي بردت شويه على فكره. طريه طروه فظيعه. شايفين؟ شايفين جمالها؟ شايفين الشكل بتاعها؟ نحطها في الطبق بتاعنا. ايه رايك يا روبن؟ حلوة. خطيره. روبن هيدوق دلوقتي عشان انتوا عارفين انا مش بحب الكيكات الشوكولاته. بصوا شايفينها؟ شايفين طريه ازاي؟ بصوا. ها يا روبن. طعمها حلو. عارفين هي الجاتو الشاتو؟ اه. هو طعمها مش زيها بس مسكرة
اكتر وحلو واحده منهم وكمان يا جماعه دي معموله في الطاسه على النار. وترند. انا دقتها على فكره، انا قلت لازم ندوقها، حلوه قوي 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 بجد، يا ريت تجربوها مش هتندموا، سهله وسريعه وما بتعملش مواعين كتير. يلا بينا نبدا الوصفه.